كتب بالدم ووصف بأنه أعظم نشيد وطني على الإطلاق. استفز الفرنسيين، فطالبت فرنسا بتغييره وتم لها ذلك، واليوم يعيده الرئيس عبد المجيد تبون لسابق عهده. الجزائريون يهددون فرنسا من جديد قائلين: يا فرنسا، قد أتى وقت الحساب. النشيد الوطني الجزائري قصة كلمات كتبت بدم صاحبها ولحنت على وتر فنان مصري أصيل. إليكم حكايتها. أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوماً جديداً أعاد بموجبه مقطعاً كان محذوفاً منذ الثمانينيات إلى النشيد الوطني الجزائري، يتضمن إشارة وتهديداً موجهين إلى فرنسا. وفي نصه يطلب المرسوم تأدية النشيد الرسمي في صيغته الكاملة كلمات وموسيقى بمقاطعه الخمسة في المدارس وفي المناسبات السياسية والعسكرية التي تستدعي ذلك. باختصار، المرسوم فرض إلزامية تأدية النشيد الجزائري كاملاً دون أي حذف أو نقص. فما هي حكاية هذا النشيد؟ ولماذا حذف هذا المقطع أصلاً؟ يوصف النشيد الوطني الجزائري بأنه المعزوفة الثورية الأجمل، بل ويراه البعض أجمل ما أنشد في الثورات العربية ضد المستعمرين، وأعذب ما قيل في حب الوطن والدفاع عنه. وحين يقال إن كلماته كتبت بدم صاحبها، فهي ليست مبالغة على الإطلاق، إذ تقول قصة النشيد إن الشاعر الجزائري مفدي زكريا كتب كلمات هذا النشيد داخل السجون الاستعمارية الفرنسية، تحديداً في سجن بربروس في العاصمة الجزائرية، وذلك عام 1955، حيث تم اعتقاله من قبل الفرنسيين آنذاك إثر مقاومته للاحتلال. وطلب منه رفاقه في السجن كتابة شيء للجزائر وثورتها ضد المحتل، وهذا ما حصل فعلاً. لكن الشاعر آنذاك لم يجد ما يكتب به كلماته التي أراد بها التعبير عن مشاعره الوطنية، فلجأ إلى حيلة فدائية بالكتابة على الحائط، حيث قام الشاعر بكتابة الكلمات بعد أن أسال دماً من يده. وفعلاً أخذ يكتب بالدم على الجدران، فخرجت كلماته تقول: قسماً بالنازلات الماحقات. مشاعر جزائرية تترجمها ألحان مصرية. نال الموسيقار العبقري المصري محمد فوزي شرف تلحين كلمات مفدي زكريا، فحولها إلى نشيد وطني يحكي وجع الجزائريين إلى اليوم. لكن رحلة تلحين الكلمات الثورية لم تبدأ من محمد فوزي، بل سبق أن سجل، أو بالأحرى لحن هذا النشيد مرتين قبل ذلك. كانت المرة الأولى عام 1957، وكانت في استوديوهات الإذاعة التونسية، لكن التسجيل بعد انتهائه لم ينل إعجاب أصحاب القضية الجزائرية، فتم بعد ذلك إسناد المهمة إلى الملحن التونسي أيضاً محمد تريكي، وقد أدته آنذاك مجموعة جزائرية في تونس. لكن النتيجة أيضاً لم تكن على قدر التوقعات، ولم تنل إعجاب الجزائريين، فقرر القائمون على المشروع تهريب الكلمات إلى الملحن المصري محمد فوزي، الذي لحنه بشكل سري وأخرج اللحن بحاله الحالي، وبعد الانتهاء منه مرره بالسر إلى الجزائريين الذين استمعوا إليه وأعجبهم ما سمعوا. فقد أتم محمد فوزي مهمته على أكمل وجه، وبات النشيد نشيداً وطنياً للجزائر منذ ذلك الوقت، وتغنى وافتخر به الجزائريون على مدار عشرات السنين. فرنسا غاضبة عندما رددت كلمات النشيد الجزائري، وصدح بها الشعب الجزائري وهم يقولون: يا فرنسا، قد مضى وقت العتاب، وطويناه كما يطوى الكتاب. يا فرنسا، إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب. غضب الفرنسيون وطالبوا بحذفه أثناء بعض المفاوضات بين الحكومة الجزائرية المؤقتة وفرنسا، لكن الجزائريين رفضوا ذلك حينها، وبقي النشيد كما هو حتى الثمانينيات، تحديداً في عهد الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، الذي وافق على حذف المقطع من النشيد الجزائري، وأصدر مرسوماً رئاسياً رسمياً عام 1986 ألغى بموجبه المقطع الذي يتضمن ذكر فرنسا، فيما تم حذف المقطع من الكتب المدرسية عام 2007، حتى جاء مرسوم الرئيس الحالي تبون ليعيد للجزائر نشيدها كما كان.
النشيد الذي يتباهى به الجزائريون كواحد من أجمل المعزوفات الوطنية، والنشيد الوحيد الذي كتب بدماء أحد أبناء الشعب داخل زنزانة. فما رأيك بقصة هذا النشيد؟ وهل كنت تعرفها من قبل؟